كيفكن يا جماعة؟ اليوم بدنا نحكي عن أكثر 3 شغلات إذا اختفت من الإنترنت الحياة بتصير أحسن. أول شغلة هي النصب وسرقة الحسابات، العالم بتكون كثير تعبانة على حساباتها وآخر شيء بتنسرق على شيء فاضي وبنزلوا عليها شغلات ما لها جنس الطعمة. ثاني شغلة هي الإعلانات، بحس الإعلانات بيستنوا أكثر هيك لحظة بدهم يضايقوني فيها وبحطوا لي بقلبها اعلانات. وثالث شغله اذا اختفت من الانترنت بصير العالم احسن، هي فانز الشامي. ليش عم اقول لكم هالحكي؟ لانه فانز الشامي مسببين اكبر ازمه بالسوشيال ميديا العربي. كل ما يكون الوضع هادي بينكشوا دراما، واذا ما في دراما بيختلقوها من العدم، والشامي فهمان هذا الشيء وعم يستغله لصالحه. فهو لما بده يعمل بلبله ما في داعي يعمل لهم دراما، هو بينزل لهم صوره اي شيء، يعني بينزل لهم صوره جدار، صوره حيط، وهن بقى ببلشوا فانز الشامي يفكروا ليش منزل صورة حيط؟ انت شو قصدك بصورة الحيط؟ معقولة انت قصدك عن المشهور الفلاني انه هو حيط وما بيفهم؟ وبيبلشوا بقى بيعملوا بيف بين الشامي وبين هذا الشخص الثاني اللي هن قرروا من العدم انه في مشكله بيناتهم، وبيبلشوا يهجموا هدول على هدول، وبيرجعوا شو الفانز تبع هداك بردوا بيهجموا على فانز الشامي، وبتبلش الحرب. بكون هذا الشخص اللي هن عملوا معه هاي القصه ما له علاقه بولا شيء، نايم هيك ومرتاح ومكنكن ومبسوط، فجاه برن موبايله تك 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 تك، بيمسك هيك العمى، عم يصلوا مسبات وعم يصلوا تعليقات بلاوي، فجأة بيكتشف انه هو عامل مضاربة ومشكلة مع الشامي بدون علمه. مين اللي قرر هذا الشيء؟ فانز الشامي هن اللي قرروا، وبلشوا الهجوم من الطرفين. الشامي عمك؟ لا. الافلماني عمك؟ لا. انت غيران منه؟ واللي صار اليوم انه الشامي عامل غنية جديدة بده اعلن عنها. كيف بقى بده يظبط اموره وانه هي الغنية تطلع ترند؟ راح نزل لهم هالمرة مو حيط، نزل لهم صورة وهو عم يشرب نسكافيه وبعدها في كيس 3 ب1. بلشت بقى العالم هون شو تعمل؟ خلونا نشوف هذا الفيديو لفهمكم القصة. أنا كتير بحب مشاكل المشاهير، واللي على المشكل بين بيسان اسماعيل والشامي. مثل ما بتعرفوا بيسان اسماعيل نزلت غنية هي وفؤاد جنيد وأمجد جمعة، يعني 3 أشخاص نزلوا هيدي الغنية. قام امبارح الشامي نزل هيدي الصورة عنده عم يتمسخر عليهم، لأن النسكافيه 3 ب1 وهن 3 أشخاص نزلوا الغنية. طبعا بيسان اسماعيل قررت ترد، طلعت على الستوري عندها وقالت انه هيدي النسكافيه حطوها مع مي وتلج بتصير مسقعه واشربوها بتبوردوا بهول الشوبات. يعني عم تلطشوا للشامي انه انت غيران ومشوب مننا، فتفضل هول النسكافيه اللي نزلتهم انت عندك عم تتمسخر علينا، حطهم بالثلاجه وحط لهم مي مسقعه واشربهم بتبورد من غيرتك. يا جماعه هون ببيروت شوب، فبهالشوبات بنصحكم تشربوا ايس كوفي، بيبرد شوي على القلوب، شوية مراوح. هلا مبينة هي عم تستفز العالم، يعني ما عم تحكي بطريقة طبيعية، هي بدها تطفي النار ببنزين. وهون بلشت الحرب الكبرى. خلوني فرجيكم شوي من التعليقات للمتعصبين تبعات الشامي والمتعصبين تبعات بيسان، بس يعني تبعات الشامي نيكست ليفل. والموضوع كتير سهل انك تلاقي انت هيك شيء، بس فوت على صفحاتهم وشوف اخر بوست عندهم. ما بيطلع لك يا جربانة الشامي بيغار منك؟ انتبهي لا تقلب الطاولة عليكي. استغربت كيف فؤاد جنيد وأمجد جمعة اشتركوا مع وحدة كل من يشوفها يغار وينقهر. بيسان انت واحدة قليلة أدب، الشامي دعمك بستوري من ستورياته، اطلعي واشكري بكلمة حلوة. لو مو الناس سألتك ما كانت كلمتي. وبعدين لما الشامي نزل صورة 3 ب1 يا أختي أحسني نيتك، وكان قصده إنه هو 1 ب3 وأنتو هو طلع برا إنه قصد. ما رح أقراها لهي الشغلة كلها اللي كاتبتها كاتبة جريدة. مين هذا الشامي قدام بيسان؟ قاعدين تقارنوه بهذه الأيقونة؟ بيسان اسماعيل سيتم حظر حسابك لأنك تكلمتي عن الشامي. معكم الهكر شخصيا. شفتوا المستويات؟ يعني مبينين انه كلهم اطفال متعصبين جدا لهذا الموضوع، بس غالبا 90% منهم هدول المتعصبين من فانز الشامي. ان شاء الله هدول الامعات ما يعودوا يشوفوا هذا الفيديو، لانه انا مو ناقصني اقعد يجيني هيك تعليقات. اذا انت من هدول الامعات مشان الله اطلع من الفيديو. هلا القصه كلها مبينه انه هي شغل سلابين. ليش؟ لانه هو الشامي قبل ما تطلع هي على الحفله تبعها، كان عندها حفله او هيك، هو طلع نزل لها ستوريات ونزل لها دنيا وانه هو معها ومدري شو. فليش فجأة قلب صار عدوها هيك 180 درجة، وصار هو عم يهاجم عليها ويقول لها انه انت 3 ب1 نسكافيه. بعدين اذا عم يقول لها انت 3 ب1 نسكافيه، هلا 3 ب1 مو مقاطعة. كيف هو عم ينزل هيك شيء؟ يعني
انت ما بتذوق على دمك، كيف عم تنزل هيك شيء؟ يعني بدك تشربه روح اشربه، بس قاعد عم تعمل لهم اعلان ببلاش تنزل لهم فيديو، عيب يعني، المفروض يستحي على حاله شوي. المهم خلونا نرجع شو كنا عم نحكي. هي شغل سلبينا، لانه هو ما حيقلب عليها بيوم وليله ويصيروا يهاجموا بعض، هن متفقين على هذا الشيء شكلهم، وهي طالعه تستفز العالم كمان لحتى تعمل هذا الشيء، وهو فعليا فرجى انه هو قاصد هي الحركه. لما العالم سالته انه ما بدك تعمل اعلان للغنيه الجديده، شوف شو قال. يا جماعة عم تكتبوا لي وين الإعلان؟ والإعلان نشرته قبل شوي. هذا هو الإعلان الرسمي تبع الأغنية. $0، 100% تأثير، نظافة، ريحة، توفير. يعني هو فعليا عم يشتغل بالعباد وعم يشتغل بهدول الفانز الصغار اللي عنده، وهن اخذوا الطعم فورا. هيك شيء انه نزل لهم الصناره فورا اخذوا الطعم وبلشوا يعملوا حمله مشان يضربوه ترند مره ثانيه. على فكرة هذا الفيديو عملته لأنه في حدا بالتعليقات قال لي إنه أعمله. إذا بدكم هيك فيديوهات اكتبوا لي بالكومنتس أنتوا شو بدكم أعمل أو شو بدكم أحكي بالفيديوهات الجاية. هلا أنا من جديد بلشت نزل فيديوهات، يعني هي القناة ما صار لي أسبوع يمكن أنا منزل عليها. عندي سؤال، إنه هو طول السنة هيك الدنيا مولعة دراما؟ في فيديو قبل بيومين عملناه كان في دراما بين نانا وتالا ومدري شو، طول السنة هيك أنا ما عم لحق درامات. طبيعي هذا الشيء ولا بس لانه انا بلشت اعمل يوتيوب رياكت فبلشت هي القصص كلها تصير؟ اذا الموضوع هيك طول السنه فخلاص في محتوى لبكره، ما بناكل هم شيء. خبروني هل هي طول السنه هيك الدرامات بتكون مولعه؟ بس بصراحه بوجود فانز الشامي يعني اجباري حتضل مولعه الدرامات، اخترعوا مشكله من وين ما كان. المهم لا تنسوا السبسكرايب لانه حيخلص الفيديو بسرعه. حط سبسكرايب، ما حطيت سبسكرايب، شوفكم بالفيديو الجاي، سلام. يلا